وادي خلية النحل زي ما انتم شايفينها كده، الصيامي الاقتصادية اهو. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين قد ايه طرية وقد ايه هشة؟ بصوا التسوية بتاعتها من فوق ومن تحت عاملة ازاي. بص طرية ازاي وقطنية، جميلة جدا جدا، حلو وحادق، رائعة، والطعم فعلا خطير وبمكونات اقتصادية وصيامي. يلا بينا نخش على الوصف. مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في قناه بيتو بيتو تشانل. والنهارده هنعمل خليه النحل، نوع من انواع المخبوزات او العجائن، بس هنعمله صيامي من غير سمنه ولا لبن ولا بيض ولا زبده ولا اي حاجه. هنشوف المكونات والطريقه، وخليكم معايا واحده واحده وركزوا في الملاحظات. زي ما انتم شايفين كده انا هعمل كيلو دقيق. انا نخلت كل الكيلو، بس هخليك كوبايه اوريلكم ان انا معايره بالكوبايه المعياريه دي. حضرتك عايري لو هتعملي بالمعيار، مش هتعملي كيلو. الكيلو زي ما احنا عارفين بيعمل 8 كوبايات. عاوزه تعملي بقى 3، عاوزه تعملي 2، عاوزه تعملي براحتك 4، اللي انت عاوزاه. يعني ممكن تعملي نص الكميه دي 4 كوبايات او ربعها كوبايتين وتجربي. زي ما انتم شايفين كده احنا دخلنا كيلو دقيق. تمام. هنحط بقى عليه معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره اوكي بيكنج باودر. هنحط معلقتين خميره، معلقتين كبار خميره. تمام، خميره فوريه. انا بحط زي ما احنا عارفين، انا بحط الخميره على الدقيق على طول، لان الخميره دي انا بجيبها بالكيلو بالنص كيلو عندي، وعارفه ان هي فعلا جميله. ولو انت مش متاكده منها بتعملي ايه؟ بتختبريها مع السكر وشويه ميه دافيه. اوكي. بعد كده عندي ادي 1 معلقه، ادي 2، 3، 4 سكر. تمام، 4 سكر. وعندي نص معلقه صغيره ملح. تمام كده. تمام. اخلط المكونات الجافه كده مع بعضيها، وبعد كده اهو بنفس الكوبايه هعاير بيها كوبايه زيت. نفس الكوبايه هستخدمها، هحط فيها زيت. اوكي، يبقى ادي كوبايه زيت، وابتدي ان انا اعمل ايه؟ اقلب بقى واخلط الزيت كويس قوي. احاول اغلف الدقيق كده بالزيت وايه، واقلبه حلو قوي قوي على اساس ان هو يبقى متغلف بالماده الدهنيه. تمام. بعد كده هضيف بنفس الكوبايه، هجيب ميه دافيه، هحط كوبايتين ميه دافيه مبدئيا، وهشوف العجينه هتحتاج تاني ولا لا. خليكم معايا واحده واحده، ولازم تبقى ميه دافيه عشان الخميره اللي احنا حاطينها. ابتدي بقى اخلط حلو قوي اهو. انا شايفه اني لسه في دقيق اهو، فمحتاجه شويه ميه تانيين اهو. حطيت شويه ميه تانيين وهبتدي اخلط حلو قوي اهو. زي ما احنا متعودين بنضف البوله وانا بخلط. تمام كده اهو. اعجن حلو قوي قوي قوي. هنزلها بقى على الرخامه عشان اخد راحتي. هي كده مش محتاجه خلاص ميه، هي خدت حوالي 2 كوب وربع، كوبايتين وربع. وبرضو نخلي الربع ده احتياطي، لو عاوزه اكتر من ربع اوكي، على حسب الدقيق والعجينه معاكي. عماله بقى اعجن حلوه قوي. بعد ما عجنتها حوالي من 5 ل 10 دقايق هحطها في البوله وهسيبها تخمر. اغطيها حلوه قوي بكيس او باسترتش محكم عشان تبقى متغلفه وتتخمر. وهسيبها بقى واغطيها واسيبها تخمر براحتها، تاخد الوقت اللي هي عاوزاه.
او حلقات كده. اللي اول مره يشرفوني في القناه برحب بيهم جدا جدا جدا، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان ناس كتير بتقولي ما بيوصليش الفيديوهات. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الصينيه دي وهكمل وغطيتها عشان تخمر. انا عشان ما اطولش عليكم عملت صينيتين حادق، وهبتدي اعمل الحلو بقى هعمله بقطع الشوكولاته. اي شوكولاته بتجيبيها من العطار او من خامات الحلويات، الشوكولاتات بتاعه الطبخ، بتبتدي تقطعيها مربعات زي ما انتم شايفين كده، وهعمل نفس الفكره بتاعه الزيتون. وطبعا هنا الصينيه زي ما انتم شايفين كده انا برضو هبتدي ارص فيها اهو. زي ما انتم شايفين بقفل اهو، وابتدي ان انا اكورها برضو وابططها، وبحط بينها وبين الكوره اللي بعديها بحطها مسافه عشان لسه هتخمر. هنا الصينيه دي عاليه شويه عشان اميزها، عشان دي الحلو. الصواني التانيه الالمونيا نفس المقاس بس بتبقى ارتفاعها اقل، دي اللي عامله فيها اللي بالزيتون. اوكي، بعد ما تخمروا اهو زي ما انتم شايفين، طبعا انا سخنت الفرن بقالي ربع ساعه على اعلى درجه حراره، بولع من تحت بس، وهحط خليه النحله هحطهم على الشبكه واخليها ربع ساعه في الفرن. ولو احتاجت شوايه عشان تحمر هبتدي ان انا اولع دقيقه او دقيقتين من فوق. زي ما انتم شايفين كده خمرت واتقربوا من بعض، احطهم زي ما هم كده على الفرن السخن. نرجع تاني نشوفهم بعد ما يستووا. وادي النتيجه بعد ما استووا اهو، شايفين. هبتدي ان انا ادي طبعا انا هطلع بقيه الكميه واسويهم. بصوا بس حابه اوريكم ان انا برضو بالميه اللي معايا في البخاخه اول ما بيطلعوا برش كده شويه ميه، عشان ده بيديهم لمعه. غير ان بيديهم لمعه بيخلي البخار اللي بيطلع ده واغطيه بالفوطه بيطري العجين. وهسيبها بقى تهدى خالص لمدة 5 أو 10 دقايق. هكمل بقى الدنيا ونرجع نشوف ادي الكمية اللي احنا عملناها الحلو والحادق زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين؟ هندوق دلوقتي وهنشوف كل حاجة واحدة واحدة. ده الحلو اللي في النص اهو، والباقي كله عملته بالزيتون. عملت جم حوالي 3 صواني بالزيتون زي ما انتم شايفين كده. انا خليت لكم دول زي خليه النحل عشان اوريكي لو انت عندك عزومه ولا حاجه وحابه تقدميها ازاي. ودول انا فككتهم كده وهوريكم من جوه. بصوا الطراوه عامله ازاي، بصوا بالتسويه من تحت ومن فوق اهو زي ما انتم شايفين. بصوا جميله جدا جدا. وادي من جوه ادي دي بالزيتون، شايفين الجمال، شايفين طعمها بجد رائع رائع رائع. جربوها، حلوه جدا وممكن تستغليها في اي حشوات. هنيجي بقى دلوقتي لو حابه ان انا اقدم عندي عزومه او عندي حفله عيد ميلاد او اي مناسبه، وحابه ان انا اعمل الصنف ده واقدمه او احطه على السفره، او احطه بطريقه معينه للضيوف، او بجيب الطبق وهي كده كده ملحومين في بعض زي ما انتم شايفين كده. عشان كده اسمها خليه نحل. هبتدي ان انا اقلبها، هتنزل بكل بساطه اهو زي ما انتم شايفين، لان الصينيه مدهونه زيت وهي كمان فيها زيت كويس، فعشان كده بتبقى سهله قوي. ابتدي اعدلها على الناحيه التانيه اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الشكل، بصوا جمال، شكلها تحفه قوي قوي قوي. هقدمها لكم بقى على يعني هوريكم برضو دي كمان اللي هي الشوكولاته برضو هقدمها. بصوا الطريقه ازاي، هنشوفها كمان من جوه، خطيره خطيره جدا اهو. حطها بس كده على حاجه عاليه ونشوف الدنيا فيها ايه اهو. احطها على الستاند بتاع التورت. تمام، يا رب تكون الكاميرا موضحه الدنيا. اللي ما عملش لايك ما ينساش يعمل لايك ويدوس على زر الجرس لو هتحبوا تتابعوا كل الفيديوهات. هنقطع واحده برضو تاني من فوق كده من الزيتون ونشوفها تاني عن قرب اهو. بصوا بقى هما بقى بيتقطعوا بسهوله ازاي، هوريكي دلوقتي اهو خليه النحل. بصوا سهله جدا جدا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا
رائعة بصراحة، رائعة من جوه. العجينة هشة جدا، العجينة قطنية عاملة زي، بصوا القلب بتاعها عامل زي الفينو من جوه. اهو بصوا قد ايه طري. خليها كده بقى عشان تبقى باينة. هنشوف بقى اللي بالشوكولاتة بقى ده. اهو برضو التسوية بتاعته مظبوطة وطري وهاشش جدا. بصوا من جوه بقى، واو، شايفين الشوكولاتة عاملة ازاي؟ واو، سايحة ونايحة. اهو احلى من اي مولتو، حاجة بيسي، حاجة نظيفة مضمونة. شايفين يعني طعمها رائع 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 جدا. تسويتها حلوة قوي، والعجينة رائعة. شايفين؟ اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو تحبوا تجربوا الوصفات جربوا الوصفات وابعتولي على جروب بيتو الصور او على البيج بتاعتنا، والى اللقاء.